السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. ان شاء الله تعالى النهارده هنقدم اقوى محفز للطيور ديا عشان تلحم العش. يا جماعة احنا في موسم الانتاج، مهم جدا ان انت تقدم للحمام اللي هو محتاجه عشان تاخد منه اقوى او اكتر وقت تاخد منه زغاليل في السنة. هو الوقت ده محفز بسيط هنقدمه للطيور ديا ان شاء الله تعالى تلحم العش في العش. لا هو طبعا ادويه ولا هي المحفز ده كلفه ولا فيتامينات، حاجه بسيطه جدا معظم المربين بتغفل عنها، والحاجه دي بتخلي ما شاء الله تعالى ان الحمام يلحم العش في العش وبيكثف عندك الانتاج. تعالوا بس سريعا كده نبص في العشوش واوريك ان كل الحمام بفضل الله يا تحته بيض يا تحته زغاليل، وهقول لك المحفز القوي ده اللي انت تعمله له عشان يقوي او يزود الانتاج عندك. ما شاء الله يا جماعه حمام كله اهوت ما شاء الله. العش ده في تحت الحمام ده حمام بهلوان ما شاء الله، تحته الحصى بتاعه تمام زي الفل. حتى الحمام الزينه يا جماعه الحمام النفاخ ما شاء الله تعالى بدا ان هو يدينا الحصى. هتقول لي بتخلي الحمام الزينه يحضن بيضه؟ هقول لك لا، انا حاطط له البيضه ديت كده يلعب بقى شويه، يعني هشيلها من قدامه تاني، لان النفاخ لو اكل بيعمل له تدلي في الحويصله. ودول يا جماعه جوز شبابات ان شاء الله تعالى نبدا ان احنا ناخد منهم خيرهم وربنا يرزقنا فيهم ان شاء الله تعالى. وده يا جماعه حمام طبعا مش معاه زغلول واحد، هم مطلعين زغلولين ولكن كان فيهم زغلول ضعيف وحضنته تحت جوز حمام تاني معاه في نفس العمر، اوريه لكم برده دلوقتي. ده يا جماعه برده ما شاء الله حمام بدا ان هو ينتج عندي. ده يا جماعه الحمام البلدي ما شاء الله تعالى كله تحته بيض تحته زغاليل، في محضن بيض تحتيه ما شاء الله. كل الحمام يا تحته بيض يا تحته زغاليل، محفزات بسيطه جدا واشياء بسيطه جدا. ده اللحم الفرنساوي يا جماعه ما شاء الله تعالى. ده يا جماعه الكريزلا اهوت ما شاء الله تعالى اعطينا الزغلول. ما اطلعش يا جماعه عند الحمام وخلاص، ابص في العشوش، ابص اشوف العش ده الزغلول دي محتاجه ايه، شوف الزغلول دي في واخده اللبه بشكل كويس ولا لا، العش مش نظيف، اشوف العش ده ناقص العش ايه اعمله له. طبعا انا بتفقد معاكم الزغاليل والله، اهوت الفيديو ده كله عمل اهوت، مش بقطع منه حاجه، بتفقد معاكم عمل اهوت. العش ده نظيف خلاص هسيبه، ارجع الزغلولين تاني تحت الاهالي واخدين اللبه كويس تمام، مش واخدين اللبه ممكن اساعدهم ببسكوتيه ساده او اي حاجه، المهم ان انا ازود الانتاج عندي. ما شاء الله تعالى يا جماعه هنا برضو حمام بدا ان هو يبشر بالبيض او اول بيضه ليه او اول مره في الانتاج. ده الذكر النتايه اللهم لك الحمد وضعت اول حصوايه يا شباب، ده بيض بشاير اول مره النتايه بتبيض. ممكن البيضه تكون صغننه شويه فبنسيبها لهم عشان يتعلموا فيها وانت حر. ده يا جماعه ما شاء الله ده الزغلول، ده الزغلول الهزاز، اخد الزغلول اللي قلت لكم هوريه له. ده يا جماعه زغلول هزاز محضنه مع زغلول قد في نفس اليوم، ولكن لو تلاحظوا العش مش نظيف ابدا ان انا اغير العش. هو ده بقى وانا بتفقد العشوش كده، يعني انا بعد ما افتل معاه الفيديو هروح انضف العش ده. مهم جدا ان انت تعمل كده وتخلي الحمام عندك دايما ما شاء الله. ده جزء برضه يا جماعه الخير اهوت واقف في العش هيبدا ان هو يحصي، وده برضه واقف في العش هيبدا ان هو يحصي. كل الحمام محفزات قويه جدا بنقدمها للحمام في الوقت ده. طيب ايه بقى الحاجه اللي انت جاي تقول لنا عليها النهارده اللي هي ما شاء الله بتخلي الحمام يلحم العش، بتخلي الحمام تحفزه ان هو ينتج بسرعه ويبيض على الزغاليل؟ طبعا قلنا لا هو فيتامينات ولا مثلا هندي نوع كالسيوم معين ولا حاجه خالص. هو يا جماعه الخير تجهيز العش. اقوى محفز للحمام ان انت تجهز له العش بتاعه. الناس طبعا بتغفل عن الموضوع ده. جوز حمام زي كده اخد مثلا مكلف تاني او حضان تاني على سبيل المثل، انا بوريكم ناخد المكلف ده كده ونحطه له مع زغاليل في الطاجن، ابدا ان انا احط له مكلف تاني. طبعا الذكر هيقف في المكلف التاني ده او عفوا في الحضان التاني ده ويبدا ان هو يخن للنتايه ويبدا ان هو يقول للنتايه ده البياضه بتاعتنا وده العش بتاعنا وهكذا. طبعا كنت بوريكم عملي نرجع العش تاني زي ما هو تمام كده. طبعا البياضه ديت هتحفزه ان هو يشتغل. العشوش يا جماعه لو انت بتربي في فاص اعمل قفص جنبه، لو بتربي في صفايه حط صفاحه جنبه، لو بتربي في بنان الطوب زي اللي عندنا حط شويه قش في العين اللي جنبه وهكذا. هنا مثلا في زغلول حطه في العين التانيه، هنا مثلا في زغلول حطه في العين التانيه وهكذا. هتلاقي الحمام كله عندك خير ورزق. بتمنى الناس كلها تفرح ويكون عندكم رزق من رب العالمين. وصلت معايا في فيديو لحد دلوقتي ما تبخلش عليا باللايك بتاعك الجميل. شوفوا على خير يا شباب، استودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.